ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ تعالى اقول لكم بقى على كام تريكايه. تخلي الفراخ الشيش تطلع معاكي طريه، رغم ان احنا بنبقى مقطعينها قطع صغيره مش كبيره. ازاي نخليها ما تنشفش مننا؟ بكام تريكايه كده هقول لكم عليها دلوقتي، وهنعمل لها تتبيله ممتازه هتبقى خطيره، وهتتعمل بكل سهوله، وهندخنها كمان من غير شوايه، ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، وهتعجبك انتي وولادك جدا، واي حد هيدوقها عندك هيسألك انتي عاملاها ازاي. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمه دي ازاي. اول حاجه يا بنات بجيب الفراخ بتاعتي، بخلي بتاع الفراخ يقطعها لي شيش بالشكل ده، وانا بعد كده بظبطها. وبعد كده بغسلها كويس جدا وبنقعها في المحلول دوت ميه، واحط عليها فنجان خل، واحط عليها 3 ليمون معصورين، وشرايح ليمون، وبقى منكهات فلفل اسود وورق لوري وحبهان، قرنفل اللي موجود عندك حطيه، روزماري، بس كده، واسيبه ساعتين مش اقل من كده. بعد كده بجيب الكبه بتاعتي او الخلاط، وانزل بقى بفلفل احمر، فلفل اخضر حامي او رومي اللي انتي تحبيه، وبصلايه كبيره للفرخه، بصلايه كبيره، و3 طماطميات، و3 فصوص توم. يعني انا عامله الكميه ديت للفرخه ونص، انا جايبه فرخه ونص، واحط عليهم معلقه ملح، واضربهم لغايه ما تبقى ناعم جدا، انا عايزاها ناعمه جدا تنزل ميتها. واصفي بقى البصل بتاعي بالشكل ده كده. انا عايزه الميه بس يا بنات، وهنا الفراخ صفيتها بس ما شطفتهاش يا بنات، صفيتها بس، انا كنت حاطه فيها معلقه ملح ومعلقه سكر فمش هتأثر فيها بس. والبصل المعصور دوت انا حطيته في علبه، بينفع في حواوشي، ينفع في كفته فراخ، بيبقى خطير. هشيلها بقى في الفريزر. وهنا بقى اجيب بقى ميه البصل بتاعتي، واروح حاطه فنجان زيت وفنجان خل، واحط معلقه كبيره ملح او عصير ليمونه، ومعلقه كبيره ملح، ومعلقه كبيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره كزبره ناشفه، ومعلقه صغيره بهارات فراخ، ومعلقه كبيره توم باودر وبصل باودر، ومعلقه صغيره من الكاري والكركم. وهحط 3 معالق من الصويا صوص، ومعلقه كبيره من دبس الرمان. طبعا لو مش موجوده الصويا صوص ودبس الرمان مش مشكله، هي بس بتعلي معايا الطعم. لو مفيش يا بنات فلفل احمر عندكم اللي هو الحلو دوت، نقدر نستبدله بالبابريكا. بس كده اقلبه بقى كويس جدا، مفيش اي حاجه تاني هنحطها في الخليط، وادلقه بقى على الفراخ، واقلبها كويس جدا، اخلي الفراخ تشرب من التتبيله وبالشكل ده، واسيبها بقى يا بنات في التلاجة مش اقل برضو من ساعتين، ولو ليلة تبقى احلى كمان. انا سبتها ساعتين وكانت خطيرة. هنا بقى حضرت صينية كده لفتها بالفويل علشان خاطر ما تتحرقش مني، وجهزت عليها الشبكة. وهنا ديت عصيان الشيش عصيان الشيش، كنت نقعاها نص ساعة في مية عشان ما تتحرقش مني. وجهزت بقى الخضار اللي انا هحطه معاها في السيخ مع الفراخ. احط بقى الخضار زي ما انت تحبي، حطي بقى بصل فلفل طماطم اللي تحبيه اهو. تبتدي بقى تحطي في السياخ بالشكل ده. بجد يا بنات هتعجبكم جدا، جربوها مش هتندموا، وهتعجب الولاد جدا. هكرر بقى نفس الحكاية،
بالشكل ده. انا يا بنات كنت عامله دي فرخه ونص، طبعا انتوا براحتكم بقى في الكميه. هخلص بقى الكميه بالشكل ده وهرجع لكم تاني. انا كده خلصت كل الكميه، عملت معايا الصينيتين دول. هحط بقى بقيه التتبيله كده عليهم، وهحط برضو معاهم في الصينيه، كل صينيه هحط فيها كوبايه ميه عشان تخليها طريه. وبعدين هنزل بيهم في الفرن على الارضيه بتاعه الفرن على درجه حراره عاليه، اعلى درجه حراره، لمده ساعه. كل نص ساعه هقلبها، يعني اول نص ساعه هسيبها كده وبعدين اقلبها على الوش التاني. وبعد كده اطلعها بقى على الشوايه تاخد لون، واقلب على الوش التاني تاخد لون. شايفين يا بنات شكلها عامل ازاي؟ والخضار كان يهبل. هنا بقى حضرت عيش سوري بقى، انت زي ما انت تحبي، عيش بلدي، عيش شامي، اللي تحبيه. وحطيت بقدونس كده وشويه بصل وملح وفلفل، ونزلت بقى عليها الفراخ والخضار بتاعتي. احلى فراخ هتاكلوها، تحفه يا بنات، طريه جدا، لا كانت تحفه. اللي يعملها يقول لي رايه فيها ايه. بصوا بقى شويه الخضار دول كانوا عظمه، ودول شويه الصوص اللي نزلوا منها. هنا بقى حطيت فحمية، دي خطوة بقى اختيارية، لو عايزة تدخنيها انا هتحطي فحمية، مش عايزة دي براحتك. انا هنا هحط بقى فحمية وشوية زيت صغيرين، معلقة، واغطيها بقى وشمي الريحة. الله، شايفين الشكل يا بنات؟ تحفة. شايفين طرية ازاي ومستوية كلها، وما خدتش وقت مني ولا مجهود، طعمها خطير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبألف هنا.